الواحد نام وصحي الفترة اللي فاتت، لقى بيراميدز بقى ليه جمهور بالملايين، وبقى ليه اعلام قوي، وبقى ليه كمان اعضاء مجلس ادارة جداد. والله زي ما بقول لك كده، فجأة جمهور الزمالك كله بقى بيشجع بيراميدز. فجأة الاعلام الزملكاوي كله بقى يساند بيراميدز. حتى محترم عضو مجلس ادارة اسمه محمد طارق في ادارة الزمالك طالع مع ابراهيم فايق بيتكلم وبيدافع عن بيراميدز. لا حول ولا قوة الا بالله. يعني جمهور واعلام وادارة، مش ناقص بس ان هم يغيروا اسم النادي ويحطوا الشعار وخلاص ويبقى الزمالك. انا ما شفتش كده بصراحة في اي حتة في الدنيا. يعني عضو مجلس ادارة طالع ازاي بيراميدز ما ياخدش الدوري، ده من حقه ياخد الدوري، دول بيتحاربوا، ازاي مش عارف يوقفوا الشيبي. هو الشيبي اتوقف؟ يعني هل محمد الشيبي اتوقف واحنا ما نعرفش؟ ورمضان صبحي اتوقف؟ هو مين اللي وقف رمضان صبحي؟ ده حوار خاص بالمنشطات ولجنة منشطات، حوار ملوش دعوة باتحاد كورة ولا رابطة أندية. يعني أي كلام بيتقال. وميدو طالع في الإعلام وباقي الإعلام الزملكاوي، وبيراميدز بيتحارب، انتوا مش عايزين بيراميدز ياخدوا الدوري، مش عارف، وبيراميدز. هو في ايه يا جماعة؟ وكل ده كوم، وجمهور الزمالك على السوشيال ميديا بيراميدز بيراميدز بيراميدز. الله، هو انتوا مش حاسين بخطورة اللي انتوا بتعملوه يا جماعة؟ ده بيراميدز اللي انتوا عمالين تشجعوه وتساندوه ده واحدة واحدة بيتسحب وبيحل محل الزمالك. يعني هو مش هيحل محل الاهلي في حاجة، هو بيحل محل الزمالك. دلوقتي بيراميدز بينافس الاهلي على الدوري، والطبيعي اللي كان ينافس الاهلي هو الزمالك مش بيراميدز، والزمالك ورا في منتصف الجدول. بيراميدز السنه دي لعب دوري ابطال افريقيا مكان الزمالك، والزمالك راح لعب في الكونفدراليه. مش كده وبس، ده كمان السنه اللي جايه بيراميدز هيلعب في دوري ابطال افريقيا، والزمالك برضه هيلعب في الكونفدراليه. دي مؤشرات خطيره جدا، مفروض تخاف على مكانة الزمالك. احترس، الزمالك يرجع خطوه الى الخلف. مفروض ده يخوفك، مش ان انت عمال تشجع لي بيراميدز وتساند في بيراميدز. وتيجي تسأل اي حد من جمهور الزمالك او من اعلام الزمالك او من لعيبته، احنا ما بنشجعش الا نادي الزمالك بس. يا ولا يا واد يا مؤمن، كفايه كلام من ده. اسمع كلامك اصدقك، اشوف امورك استعجب. ده بصراحه يعني حاله في مصر كلها دلوقتي كله بيتكلم عليها، جمهور واعلام. وكانت النهارده المفاجاه انه عضو مجلس اداره اسمه محمد طارق طالع يدافع عن بيراميدز. يا جماعه بيراميدز عنده الناس اللي شغاله فيه، وعنده الناس اللي بتقبض منه وبتاخد مرتبات، وعنده الناس ملاك بتاعته هم اللي يعني يدافعوا عنه. انتوا خليكوا في نادي الزمالك، شوفوا مشاكل الزمالك، وقف القيد ومش هيلعب كونفدراليه، شوفوا وضع الزمالك في الدوري، شوفوا المشاكل مع الاتحاد الدولي، لكن مش مره واحده تنقلها على بيراميدز. موضوع غريب جدا. تاني حاجة عايز اوصلها بس للاعلام والنغمة اللي طالعة، اصل بيراميدز بيتحارب، بيراميدز مش هياخد الدوري، ده بيحاربوه. بيراميدز هياخد الدوري في حالة واحدة بس، وهي بيراميدز يكون الاقدر والاحق ويكسب كل المطوشة اللي جاية ويكسب الاهلي ويجمع اكبر عدد نقاط. ساعتها محدش هيقدر يقول له النبي ما تاخدش الدوري. لكن بيراميدز مش هياخد الدوري بشوية القلبانده اللي انتوا عاملين تعملوها. اضغط 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 اضغط، يلا بيراميدز بيراميدز، ده بيتحارب، ده بيعمل، عشان اتحاد الكوره ورابطه الانديه ولجنه الحكام يبداوا يتساهلوا مع بيراميدز الفتره اللي جايه. علشان كده النادي الاهلي فطن كويس قوي للنقطه ديت، وعمل حاجه بصراحه بتضمن له حقه، انه طلب من رابطه الانديه واتحاد الكوره في مباراتين بيراميدز ان يكون في حكام اجانب في الماتشين. يعني دي حاجه كانت بصراحه البيراميدز للنادي الاهلي احييه عليها جدا، لان انت طلبت في المباراتين اللي هيتلعبوا ورا بعض بتوع الدور الاول والدور الثاني حكام اجانب علشان ما يديش اي فرصه للاحتواء. اتمنى ان الفتره اللي جايه الناس تسيب الاهلي وبيراميدز يتنافسوا في مسابقة الدوري بعدالة، والاحق بالدوري في الاخر هنقول له مبروك. في النهاية بحب اشكر حضراتكم،
كان معكم عمرو مصطفى، نسر الجزيرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.